يجب أن يتحول هذا الموقف إلى تنظيم كبير كي نتمكن من إيقاف التحرك التركي الاحتلالي ونسد الطريق أمام إعادة داعش. لذا على الحكومة العراقية المركزية وحكومة إقليم جنوب كردستان ألا تكون شريكة في هذا الجرم الإنساني وتخرج مرتزقة داعش والجيش التركي المحتل من تلك الأراضي المقدسة على الفور. على العالم بأجمع أن يرى هذا الخطر ويعلم بأن المجازر التي ارتكبت في إيران وروسيا وباريس وألمانيا وأفريقيا وأوروبا إنما تدار من مركز أنقرة بتوجيه من أردوغان والاستخبارات التركية. فسياسة الدولة التركية المستندة على إبادة والحرب دليل على أن ذهنية أردوغان هي ذهنية داعشي، وأردوغان يستغل إرهاب داعش كجبهة خطر ضد جميع شعوب الشرق الأوسط والعالم. لذا يجب على العالم بأجمع أن يقف إلى جانب قوات الغوريلا الكردستانية وتبدي موقفاً صارماً ضد هذه الجريمة العالمية. فقوات الغوريلا وقفت في وجه داعش في شنغال ورج آفا وكركوك ومخمور وهوليير ومنعتها من ارتكاب مجازر جديدة في المنطقة. فالتزام الصمت تجاه هذا الحرب إنما يعني الموقف على ارتكاب مجازر وإبادة جديدة في الشرق الأوسط والعالم. لذا نؤكد ونقول على الشعب جنوب كردستان وجميع العراق الذي يبدون موقفاً بشكل مشترك تجاه مرتزقة داعش وأن يقاوموا وينادوا بقوة كي يخرج الفاشية التركية من أراضيهم. كما نناشد جميع قوات بشمركة الشرف والكرامة أن يوقفوا ضد مجازر داعش واحتلال تركيا وأن يأخذوا مكانهم في جبهات المقاومة والنضال. أيضا ندعو حكومة العراق المركزية وحكومة إقليم جنوب كردستان أن يوقفوا هذا الاحتلال بشكل فوري، وعلى رأسه الشعب العربي والكردي والتركماني. يجب على جميع شعوب المنطقة التي تعيش معا في هذه الأرض أن يوقفوا إبادة كبيرة ويصمدوا ضد أطماع أردوغان العثمانية. كما على جميع شعوب العالم بشرقها وغربها أن تلبي مهام الإنسانية وتقف ضد إرهاب داعش وفاشية أردوغان وتبدي موقفاً بشكل صارم. على جميع المؤسسات والقوى الدولية أن تقف ضد هجمات داعش وفاشية الاحتلال التركي وتطالب بإخراج هذه القوى المحتلة من أراضي جنوب كردستان، وإلا سيعود إرهاب داعش وينتشر في كل مكان من جديد. جبهة النساء التي هي القوة الأساسية البناءة للحياة يجب أن تكون هي القوة ضد هذه الهجمات. لذا نناشد نساء جنوب كردستان والعراق على وجه الخصوص وجميع نساء العالم بأن يقفوا بروح واحدة وبصوت واحد ضد كافة أنواع الاحتلال والإبادة. في النهاية نحن كقوات اليبجة التي حاربنا داعش لأعوام طويلة حتى تمكنا من دحره لن نقبل أن تعود مرتزقة داعش إلى هذه الأرض من جديد وتقوم بقتل الإنسانية. نحن أيضا سنبدي موقفا في الوقت المناسب ضد أي هجمات الضم والاحتلال هذه، ونرفض إعادة تمركز داعش في المنطقة بأي شكل من الأشكال. نحن كقوات حماية المرأة بكردها وعربها وآشورها وسريانها وتركمانها وكلدانها وجركسها إلى جانب مقاتلات الأمميات اللواتي قدمنا من مختلف أرجاء العالم إلى رج آفا وأنهينا معا الاحتلال داعش. سوف نقوم بحماية جميع النساء والشعوب بروح 19 تموز التي هي ثورة النساء وجميع الإنسانية. كما إننا مستعدون لحماية شعبنا في جنوب كردستان والعراق إن تطلب الأمر.